السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو ديال أشجار الرمان. أنتم ناخذوا هاد الشتلة هادي أو عقلة. نتوما عقلة تكون أو شتلة ديال شجرة الرمان، غنقطعوها على شكل قلم ديال 15 سنتيمتر او 14 او 12 سنتيمتر على حساب داكشي اللي بغيتي انت. غناخدو العقله، هانتوما كما كتشاهدوا هذه هي العين التحتانيه. اصلا العقله راه فيها بزاف ديال العيون. هانتوما غناخدو هرمون التجدير اللي هو العسل والقرفه، او اللي عنده الصبار او اللي عنده الالوفيرا او اللي عنده باش كيجدر ديما. انا خديت اليوم القرفه و والعسل. غنشدو العسل، معلقه ديال العسل ومعلقه ديال القرفه، حيت القرفه كتسخن حتى هي الجذور وكتقوم بعمليه التجدير. غناخدو ميكا كيس بلاستيكي ديال 17، غيكون ديجا متقوب ليتصريب في المياه. الناس اللي بغات تخدم على راسها والناس اللي باغا تبيع الاشجار ودير مشروع، المشروع ساهل والحمد لله. على كل حال ناخدو تربه بيتموس، تربه خفيفه تكون عندك رمليه وفيها تربه ديال الزراعه، ما تكونش فيها الغبار. هانتوما غناخدو عقله فيها تقريبا 12 حتى 13 سنتيمتر او 14 او 15 على حسب المول اللي عندك. غنديرو فيها هرمون التجدير لتحت، ومن الفوق غنقطعوها مائله وغنديرو فيها شويه ديال الغيس من الفوق باش داك الراس الفوقاني ما يتسوطاش لينا، ما تصب عليه الشتاء او تجيه الندى، ما يتسوطاش لينا. ونهبطوا العقله ديالنا تقريبا 8 حتى ل 10 سنتيم، تبقى جوج حتى ل3، يبقى لنا هي جوج عيون الفوق اللي يخرجوا لنا البراعيم ديال شجره الرمان. هذه هي الطريقه الصحيحه في عالم رشيد والزراعه والدواجن. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابوناو عندي في لاشين ديالي وتبركوا على الجرس، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. مي غنساليو وغندخلوها الله صح. غناخدو شاسيه اخرى نعاود لكم نفس الطريقه باش ان شاء الله الناس المشاهدين اللي كيشاهدونا من الدول العربيه حتى هما يشوفوا هذه الطريقه هذه. تنحيوهم هذا المنبر هذا، وشكرا نشكرهم على المشاهدة ديالي وعلى البارطاج. شكرا بزاف للناس اللي تيتابعوني والاحباب والاصحاب. وهذا الفيديو هذا درتو خصيصا لبعض الناس اللي كيسولوني في اليوتيوب كيفاش نديروا الاشجار الرمان. انا اليوم وريتكم الطريقه، طريقه سهله وجد سهله. هانتوما نفس العمليه غنديروا على قوه الله اكبر. الله اكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك يحيي وهو على كل شيء قدير. نكملوا الخدمة ديالنا. هانتوما كما كتشاهدوا نفس العملية، ومي غنساليو غنديوها اللاصير. الناس اللي باغا تخدم في المون في الدار، عندك مون فحال هكا او بانيو او اي حاجة، هاد كنعمروه بالتربة، تربة رملية او بيتموس او تربة عادية تكون خفيفة لتصريف المياه، يكون المول متقوب من التحت. هذه حاجه طبيعيه. الناس اللي كيديروا اي غرس ضروري خاص المول يكون متقوب من التحت ليصرف المياه. الا ما كانش متقوب راه يخمج لكم العود. هانتوما غناخذوا عقله وغنديروا ليها هرمون التجدير كما كتشاهدوا، ومن الفوق ديما كتكون مائله. هانتوما ونعبروا على حساب ونهبطوا تقريبا واحد 8 سنتيم، ونخليو جوج عيون من الفوق هما اللي يخرجوا لنا فروع او يخرجوا لنا من دوك العوينات اشجار الرمان. غنديروا في هذا المون تقريبا شي 4 ديال الاشجار ديال الاقلام، ونقوموا بالسقايه. هانتوما كما كتشاهدوا نشدوا واحد الغطاء من القرعه ديال 5 يطرو ونقطعوها. ها هي، وديجا نتقبوها من الفوق باش يدخل، باش يبقى واحد الهواء يدور لنا في المون ديالنا. علاش كنديروا حنا هاد الغطاء هذا؟ باش التربه ديالنا تبقى تربه رطبه. هانتوما هذا هو لاصير ديال هاد المون. هذه الطريقه الصحيحه.
غناخدو دابا. انا ان شاء الله غنخدم في هاد البيدو هذا ديال 30 يطرو قطعته. ما بغيتش نخدم في لي شاسي حيت بزاف ديال الاقلام عندي خدمتهم في هاد البيدو اللي غندير فيه تقريبا واحد 40 عقله ديال الرمان. هانتوما تشوفوا الطريقه كيفاش. انا مي غيجدرو ديك الساعه غنحولهم في الاكياس البلاستيكيه. هانتوما هادي بعض الطرق اللي كنديرو حنا هكا. كيكون عندنا بزاف ديال العقال، ملي كيكون عندك ديك 10 ولا 20 ولا هادي كتخدمهم في الميكا. هانتوما كما كتشاهدوا خدينا هاد التربه خفيفه اللي هي بيتموس وصبينا عليها الماء، والماء هبط تصريف المياه. تربه خفيفه. ناخذوا عقله ديالنا كما درنا في الاول في السابق. درنا هرمون تجدير من التحت، ومن الفوق غنديروا الغيس باش العقله ديالنا ما تسوطاش لينا بجريحه او هانتوما كما كتشاهدوا. غناخذوا عقله ونديروا ليها هرمون تجدير اللي هو العسل والقرفه. هانتوما ومن الفوق غنديروا الغيس، او اللي عنده صباغه او اللي عنده الشمع. كل واحد شنو تيدير. كاين بزاف ديال الحوايج الا بغيتي تغطي داك الراس الفوقاني باش ما يتسوطاش ليك. هانتوما نديروا ليه حتى هو القرفه من التحت. هانتوما واحد شويه ديال القرفه كديروه في داك الجدر التحتاني اللي هو هذاك هو اللي غيجدر ليك. علاش كندير القرفه والعسل؟ باش تقوم عمليه التجدير بسرعه. هانتوما هذه الطريقه الصحيحه. انا ان شاء الله غندير عده اقلام ديال هذا شجر الرمان. غنقطعو من هاد العقله هذه بانت ليا طويله، غندير فيها تقريبا هي واحد 12 سنتيمتر. هانتوما انا درت عده اقلام هنايا ديال شجر الرمان. هاد اشجار الرمان راه فيها بزاف ديال الانواع. هانتوما غنسقيوها كما كتشاهدوا. غنسقيوها مره واحده في الشهر. هانتوما كما كتشاهدوا. هانتوما الماء مشى دغيا حيت التربه خفيفه. دابا غنجبناهم لاصير باش دابا ندخلوهم الفران او لاصير وغنسدو عليهم وغنجبدوهم مره في الشهر نسقيوهم. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.